هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح نسوي غدا بسيط ومواد متوفرة بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. مثل ما تشوفون خلينا بالجدرية بصل مفروم ناعم، عليه قليل من الزيت، وخلينا البهارات. طبعا بعد ما حمصنا البصل شوية نقلب البهارات وتطلع ريحتها ونخلي المعجون. وهسه نحمس المعجون بالبصل والبهارات شوية حمسة بسيطة، وهالدور نضيف عليه الطماطة. طبعا الطماطم مقطعينها جدا ناعم، ونبدي نحمسها إلى أن تبدي تعسل عندنا الطماطة. بعد ما بدت عسلت عندنا الطماطة هالدور راح نضيف إلها العدس، طبعا مغسول كل الزين ومنشفين عن الماي، ونحمسه شوية ويا الطماطة. وهالدور نضيف إلى الماي اللي قطيه، يعني اللي يكفي يستوي بي. حبايبي لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. قناتنا على اليوتيوب المطبخ البصراوي. وهسه حبايبي نتركه على النار إلى أن يستوي. وبعد ما استوى العدس عندنا، شوفوا شلون استوى. هسه راح نضيف إلى البتيتة اللي مقطعينها ومقلينها، والباذنجان أيضا مقطعينه ومقلينه، ضفناه إليه ونقلبش كم تقليبه. الدور نضيف إليه مكعب ماجي، ونضيف إلى الشعرية. أكلتنا جدا بسيطة ولذيذة، وطبعا يحب تقديمها ويا التمن الأبيض. هسه نضيف إلها ماي ونخليها على النار لمدة ربع ساعة إلى أن تستوي وتثخن عندنا. وطبعا لا تنسون الملح. وهاي أكلتنا بعد ما استوت، عدس بالباذنجان. إن شاء الله تعجبكم. وهسه أترككم في أمان الله، إلى اللقاء.